صباحنا نسعد خلدا وعلى أماكننا نرفع مجدا جبهة التحرير أحميناك عهدا وأعطتنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. أحييكم من أقصى شمال ولاية الغواط، آفلو وما وراء آفلو شمالا إلى بوصبير في أقصى الجنوب، حتى تجوا الحصير من العاصمة وتروحوا في جبل العمود وتمروا من القعدة وراح عليكم الخوف تاع الإرهاب. بفضل ربي سبحانه أولا وبفضل رئيسنا اللي ادانا في طريق الوئام والمصالحة الوطنية. جينا ندعم قائمة مترشحين ولادكم وبلادكم، قائمة يقودها الأخ صفي العربي، محامي ونائب، وفي جنبه الأخ عمار بن عثمان رئيس بلدية وابنكم، ومعاه كذلك الأخ عبد القادر بن حفظ الله منتخب في المجلس الشعبي الولائي، ويلحقوا الأخ أحمد فضيلي رئيس بلدية، وتلحقوا الأخت خديجة ريغي مديرة الوكالة، وتلحقها كذلك الأخت حليمة نعيمي أستاذة في ثانوية. فهذه قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لتشريعيات ماي المقبل في ولاية الغواط. لكن إضافة إلى القائمة جيناكم كذلك ببرنامج. إذا التجمع الوطني الديمقراطي مثل ما قلت حزب وطني وحزب نوفمبري، هذا أمر مفروغ منه. حزب جاكم ببرنامج على 4 محاور كبرى. محور أولي الحفاظ على وحدة الجزائر وأمن الجزائر واستقرار الجزائر. المحور الثاني إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، وحنا في حصير مل باش الجزائر تتحرر من النفط ومن الغاز وما يبقاش فيه يحكم فينا السوق العالمي للنفط أو الغاز. المحور الثالث تحسين تسيير أمور البلاد. والمحور الرابع متعلق بالجانب الاجتماعي، السياسة الاجتماعية للجزائر. دولة عربية سمعتوها 10 أيام قبل اليوم قالت قنبلة سوريا موش حق. الجزائر فقط. شحال من دولة عربية وقفت ضد الغزو على العراق 10 سنوات أو أكثر قبل اليوم. رحنا آنذاك خرجنا من الهم، ظنينا بلادنا قدمناها، نسينا بأن النفط والغاز يتحكم فيه السوق، ما نسالوا فيه والو، ما نخليوش الجزائر ترجع للور، ونهار يفرج ربي في سوق النفط منا على 10 سنين ولا 15 سنة نعودوا نقولوا إعادة بناء الاقتصاد الوطني. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نلتزم معكم بالنضال من أجل تطبيق حكم الإعدام في الناس اللي يخطفوا أولاد الناس. بركات من بكاء العائلات الجزائرية على أولادها. الغواط الله يبارك كولاية غانية ب1000 شيء وشيء، لكن المستثمر في ولاية الغواط لازم يرفد الملف تاعو يروح الجزائر العاصمة ويرجع ويروح ويولي، وبالك يفشلوا له قويمه ويحبس والمشروع يحبس والخدمة ما تخلقش لولاد الجزائر. هذا اللي يخلينا أولا نطهر المناخ بلا مركزية القرار، نطهر المناخ بمكافحة الرشوة. اليوم الإنسان باش يدير شيء كما يقولوا في القهاوي لازم يدهن السير يسير بالحرام. لازم كذلك الرشوة تقاوم، ولازم اللي عنده حق يديه. نقول كذلك يكمل الخزينة العمومية، تكمل في الاستثمار في المشاريع، ماهوش تاع الملوزينات.
في ولاية الغواط عندكم مدارس جمدت، عندكم مرافق صحية جمدت في الغواط وفي تلمسان وفي تبسة، لأن المدخول مقص. احنا نقول معليش نجمد مشروع كبير، سكة حديدية مثلا تسنى، ما نخليوش الأولاد يستناو ثانويات، ما نخليوش المريض يستنى العيادة، ما نخليوش القرية تستنى الماء، ما نخليوش مجمع سكني يستنى الغاز مثلا في ولاية الغواط وحصير مل موش بعيد عليه. هذه كذلك أمور والتزامات تاع التجمع الوطني الديمقراطي باش نزين حوال شعبنا ونبني اقتصاد بلادنا. الشعب الجزائري شعب شريف، ما يحتاجش وقت رمضان، ما يحتاجش شبكة اجتماعية، يحتاج بالدرجة الأولى تعطيه فرصة يخدم، تعطيه فرصة يحرر قوته. والإنسان اللي خانته صحته ولا كبر في السن وما عندوش الوالي، معليش تنفذوا الجماعة الوطنية، معليش نديروا التضامن، لكن بالدرجة الأولى نعطيو الناس تخدم. الشاب يقول لك البلاد ما فيها والو، هو عارف فيها أشياء، لكن معنى كلمته أنا ما صحتني والو، ها واش نقول لك، أنا ما صحتنيش ندير دار. في مجال السكن في ولاية الغواط في المدن الدولة بنات السكن الاجتماعي. في القاعة هذه كاين موظفين، كاين أساتذة، كاين ناس شهرين عند الدولة ولا حتى شهرين عند الخواص. باش تسكن السكن الاجتماعي لازم شهريتك ما تفوتش 2,400,000، ولا ربي يعطاك شهرية تاع 2,600,000 وين تروح؟ تهجر. احنا نقول نرفع سقف هذا حق الدخول للسكن الاجتماعي ل6 ملايين، 4 مرات سميك. احنا نقول فقط نبنيو 100 سكن اجتماعي، نخليو 10 للشباب العزاب. وفي الريف الدولة تدعم بناء السكن الريفي ب 75 مليون، الشاب تعطيه 100 مليون على الأقل دعم باش يبني السكن تاعو، وماهوش توزيع دراهم، فقط استقرار المجتمع، فقط إدخال البسمة في قلب الشباب، فقط في جعل الشباب يصبح قوة لبلاده. في ضواحيكم معهد وطني للطاقة الشمسية تجمد. احنا هنا نقولوا قلة الصواب. المعهد واش يكلف 500 مليون دينار، يعني 5 ملايين دولار. المعهد يكون لنا إطارات في خلق الطاقة الشمسية تجيب لنا 5000 مليار دولار بالك على 50 سنة. إلى نجي لولاية الغواط، تربية المواشي. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللي كنا نحييوه 4 ساعات قبل درك، يتذكروا إخواني عامة وإخواني الفلاحين خاصة في مهرجان مع الفلاحين في فبراير 2009 في بسكرة، أعلنا على برنامج تاع دعم الفلاحة في كل قطاعات. أراضينا ماهوش فقط في تجمود ولا في أفلو، أراضينا حتى تحبط لتحت. عليك تجيب صوندا تحفر 1500 متر، تخرج بحر والناس تسقي، والصوندا ما تجيبهاش الفلاح، ما يقدرلهاش، تجيبها الدولة. إذا احنا كي نلتزم مع إخواننا في ولاية الغواط مثل الولايات الأخرى، نلتزم وإن شاء الله غير الجبال اللي ما تلاقاش، ونلتزم وممثلين راهم هنا غدوة إن شاء الله يصبحوا نواب، وغدوة إن شاء الله نقولوا لهم جيتوا تلاقيتونا في حصير مل، وجاء هذاك الأمين العام تاعكم قال نقويوا الدعم للفلاحة، وقلتوا فقط وما درتوش. لا، نقولوا ونديروا إن شاء الله، لأن قضية صواب. نريد أن نحسن الأداء في مجال الصحة، كثر خير ربي. احنا عايشين في بلاد لسياستها الطب مجاني، هذا جميل،
لكن نريد أن هذا الطب المجاني يكون فعال في الميدان. كيف؟ أولا المرافق الصحية نتكفلوا بها بالصيانة، إذا كانت عندها آلات معطوبة تشرى لها الدولة آلات جدد. ثانيا نجيبوا الأطباء الأخصائيين، إذا لازم نزيدوا لهم في لابريم نزيدوا لهم في لابريم. والما ما عنديش والتريسيدي ما عنديش مجاوي بلدي. يا وكنت تسمع فيا نقول وخدام بها على المقبرة. كنت تسمع فيا نقول نكمل وندافع على استمرار الدولة في ربط القرى بالماء وربط القرى بالغاز. إلا كان فاتت لك أنا نعاودها لك خويا العزيز ونلتزموا بها. والحاج الصافي العربي إلا ما ندارتش قول له جانا أحمد ويحيى تاعك قال لنا وما كان والو. وإذا كان البرنامج شفتوا فيه بعض النقاط اللي تحسن أحوالكم سواء في الفلاحة سواء في الاستثمار سواء في الصحة سواء في السكن، أنا ذاك نقول لكم صوتوا انتم ووصوا أهلكم وأحبابكم يصوتوا على التجمع الوطني الديمقراطي. إن شاء الله فرحكم فرحنا، وإن شاء الله يكثر الحال فرح في الجزائر وتكون أسباب المزيد من الفرح بالعيش الكريم بفلاحة زينة بمصانع حماية المواطن في جزائر وفية لعهد الشهداء رحم الله الشهداء. تحيا الجزائر، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.